ازيكم عاملين ايه طلبة تانية ابتدائي؟ نحل مع بعض اكسرسايز 28. خلاص ده اللي قبل الاخير برضو على درس التايم هو بس المرة دي هندخل حاجة اسمها الهافز. هنبتدي بقى نتعامل مش مجرد بقى الساعة 12 بالظبط زي الاكسرسايز اللي فات، ولا الساعة 1 بالظبط، ولا 2 بالظبط، ولا 3 بالظبط. لا، المرة دي هبدأ اتعامل ايه؟ 1:30، 2:30، 12:30، 3:30. اللي هو ساعتها قلنا ايه؟ قلنا عندنا الساعة اهي بالمنظر ده. طب تعال نخش على طول نحل بمثال عشان ايه؟ عشان تفهم يعني. بيقول لك رايت ذا تايم، عايزين نكتب الوقت. نشوف هنا دي الساعه كام. اول حاجه قلت لك عينك تيجي على الايه؟ العقرب بتاع الدقايق. فين يا مستر؟ اللي هو العقرب الطويل. فين يا مستر؟ هذا الطويل ولا ده الطويل؟ لا يا مستر، واضحه اهي، ده الاطول. مشاور على مين؟ على 6. انا قلت لك خلي بالك الساعه عندنا عامله ازاي. هنا بتبتدي من الزيرو زيرو، او ممكن اسميها 60 يعني، لان طبعا ايه، بلف 60 دقيقه وبرجع اعيد تاني. هنا 5، هنا 10، حتى لو انت نسيت يعني 15، كل مره بزود 5 بس. 15، 20، 25، وهنا مين؟ 30. يبقى انا عرفت ان عقرب الدقايق عند مين؟ عند 30. والساعات انا عارف طبعا هنا ايه؟ هنا هي مشاوره في النص. هتقول لي ولا هي 12 ولا هي 11. هقول لك ساعتها يبقى احنا بنختار مين؟ لا، بنختار الصغير. فاكر لما قلت لك في الحصه قلت لك تخلي بالك مش انا بكتب نمبرز، هو انا بعمل ايه؟ ثواني. طيب تعالى تاني هنا. مش انا بكتب ايه؟ انا بكتب نمبرز. ثواني اهو، فين؟ انا هنا لما اجي بكتب، او انا هنا بكتب اي حروف. قلت لك خلي بالك الساعه ليها طريقتين، يا اما بكتبها بالنمبرز يا اما بكتبها بالحروف. انا هنا بكتبها بالايه؟ بالنمبرز. بص هنا في الملزمه قلت لك ايه؟ لما تشوف نمبرز هنختار نونو. مين النونو؟ اللي هي الساعه. يعني انهي حاجه يا مستر الصغيره يعني؟ هل ال 12 ولا ال 1؟ لا، اختار النمبرز نونو. انا اللي قلت لك كده اهو. بص، ان نمبرز افتكرها بايه؟ بان نونو. ماشي. يبقى انا هكتب الساعه الصغيره الايه؟ ادي ال 12. في كده مشكله؟ ان شاء الله لا. وهكذا بقى ايه؟ اي مساله عندك انت اصلا هتلاقيهم كلهم ايه؟ مشاورين على ال6 يعني. تمام. وهكذا اي مساله ايه عندك هي كلهم بنفس الايه؟ كلهم بنفس الحاجه، مش هيختلفوا في حاجه يعني. ماشي. ما عدا بس تخلي بالك في بس ايه؟ في لعبه ما عدا بس في دي يعني. تخلي بالك ان العرب الطويل على ال 12، فبقى ايه؟ خلي بالك يعني. دي بس ايه اللعبه. وفي واحده ثانيه زيها برضو في جي. تمام. خلي بالك. طيب. وخلي بالك من ايه؟ من اتش برضو. المهم يعني ايه؟ ان انت بس ايه، عشان ما تبقاش حافظه وخلاص يعني. انت اهم حاجه بتبص على العرب الصغير، عشان بس ما تروحش عامل لي الاسئله كلها سيرتي سيرتي. لا بص يعني، عشان في حاجات متغيره. تمام. طب اللي بعده بيقول لك وات از ذا تايم، برضه نفس الحاجه. طبعا طالما ما رسملكش المنظر البوكس اللي هو بتاع الساعه ده، فساعتها ايه؟ دي معناها بيطلب هنا حروف. بيطلب هنا ايه؟ تكتبها له حروف. اوعى تكتبها له ارقام، اكتبها له ايه؟ حروف. طيب تعال نشوف. انا هاخد ايه؟ هاخد ايه وهاخد بي عشان مختلفين. ماشي. طيب تعالى كده نشوف نفكر ازاي. اول حاجه قلت لك دايما تبص على العقرب الكبير الطويل اهو. بصيت يا مستر، هل ده ولا ده؟ لا يا مستر، ده العقرب ده اطول. لقيته ايه؟ 12. 12 يبقى دي معناها اوكلوك على طول من غير ما افكر. دي كده معناها ايه؟ اوكلوك. عشان ايه؟ اهي اوكلوك. في كده مشكله؟ لا. بس ابدا ابص على الساعه بعد كده. اهي يا مستر مش هور على الفايف خلاص. بس كده يا مستر؟ بس كده انا كده خلصت خلاص. اسمها 5 اوكلوك، الساعه 5 بالظبط. في كده مشكله؟ لا يا مستر. طب اللي بعدها نشوف دي كده في بي. هنا ابص على العرب الصغير، سوري الطويل. هنا كده لا، ده قصير، ده اطول اهو. لقيته عند مين؟ لقيته عند السيكس. 6 يعني ايه يا مستر؟ يعني انا كده عديت نص الساعه. نص يعني نص بسميها ايه؟ بسميها هاف. اهي HALF. بسميها هاف. طب يا مستر، قلت لك يا مستر لما تبقى هاف، يا ترى انا بكتب باست ولا بكتب تو؟ قلت لك على حسب. باست بيبي تو تيتا. عاملها لك في الملزمه اهي. باست بيبي تو تيتا. يعني ايه يا مستر باست بيبي تو تيتا؟ مش فاهمه دي. يعني لو كان العقرب بتاع الدقايق ده في الجزء ده معناه ارقام صغيره، معناه الارقام هنا ارقام صغيره. هو في الجزء العقرب لما يكون مشاور في الاتجاه ده، او يعني حاجه في الجزء ده، فدي معناها ارقام صغيره يعني بيبي باست. لما يكون العقرب مشاور في الجزء ده، لا دي ارقام كبيره تيتا تو.
قلت لك ما عدا حاجه واحده، لو كانت عند ال 12 ساعتها بقول كلوك زي المساله اللي هنا دي، او كانت عند ال 6 ساعتها برضو بختار كلمه باست، بختار كلمه ايه باست، فبسميها هاف باست. وبعد كده اختار الساعه. طبعا نفس النظام، عشان انا هنا كتبت باست بيبي فبختار الصغيره اهي 8، عشان طبعا هي ما بين ال 8 وال 9 فاختار الايه؟ اختار الصغيره. طب يا مستر هتيجي تقول لي طب يا مستر انا اشمعنى اخترت باست وليه ما اخترتش 2 مع انها في النص بالظبط اهي عند النص؟ طب ليش معنى قلت باست وليش معنى ما اعتبرتهاش ان هي 2؟ اه هقول لك ان لما تبقى حاجه اختلف عليها ناس كتير، ما هو لقوا ايه العلماء؟ لقوا ان شويه ناس بيكتبوها باست وشويه ناس بيقولوا 2. طب احنا بقى نعمل ايه؟ لا لازم العلماء يضطروا في الحاله دي يوحدوا ان احنا العالم كله هيشتغل بالايه؟ بالباست. لما تيجي عند 6 خلاص احنا بنسميها هاف باست، بنسميها هاف ايه باست، علشان ما يبقاش شويه ناس بيقولوا هاف 2 وشويه ناس بيقولوا هاف باست. لا احنا عايزين نوحد للعالم كله، العالم كله يستخدم حاجه واحده عشان لما حد يتكلم يبقى مفهوم. فلازم نستعمل حاجه واحده نمشيها للكل. عشان كده قالوا ايه؟ قالوا هاف باست. دي مجرد بس العلماء هم اللي اخترعوها، لا اكتر ولا اقل. يعني هم العلماء حبوا يقولوا احنا نستعمل هاف باست بس، لا اكتر ولا اقل. لكن انت تبقى عارف ان اسمها هاف باست بس. وهكذا بقى ايه؟ حل انت بيت الاسئله برضو ايه هي نفس الحاجه. تعال نشوف. بيقول لك ماتش، عايزين نوصل. بيقول لك هنا كده ايه؟ هاف باست 10. طيب انت ممكن في السؤال ده طالما ان انت شايف المنظر ده كده، انت ممكن ايه؟ اكتب عند كل واحده فيهم حولها، يعني تعال عند كل ساعه فيهم واكتبها، وشوف الكتابه اللي انت هتطلعها ماشيه مع انهي واحده فيهم. انا هجرب. تعالى كده نشوف اول واحده. ابص على العرض الصغير فين المستر، سوري العرض الطويل فين المستر اهو. انا شايف ان ده اطول اهو، ده اطول من ده هتلاقيه اصغر. مالكش دعوه بالسهم، هو بس السهم رسمه اطول يعني سوري البتاع اللي من قدام دي هو واضح ان دي اكبر شويه، بس انا بتكلم على الطول بتاع السهم. طبعا واضح ان الحته دي اطول شويه. ايه بص هنا هتلاقي هنا الحته دي اطول من الحته دي. تمام، محتاج تركيز بس. ماشي يبقى انا كده عرفت ايه. خلاص يبقى ده السهم بتاع المينتس. هبص لقيته 6 على طول. 6 يبقى بكتب هاف باست، ما انساش هاف باست. ابص لقيت طبعا عشان انا كاتب باست بيبي فاختار الرقم الصغير. هل الفور ولا الفايف؟ لا يا مستر الفور اصغر. فين المنظر ده؟ هاف باست فور اهو لقيته يا مستر. خلاص يبقى انا كده عرفت انه ايه؟ انه دي تبع دي. بس كده. في كده اي مشكله؟ ان شاء الله لا. يلا اللي بعدها بيقول لك انا كده ايه؟ draw the hour hand and the minute hand and write the time the first one is done for you. يعني هو بيقول لك ايه؟ ارسم لي الهاور هاند، ارسم لي العقرب بتاع الساعه وارسم لي العقرب بتاع الدقايق. وبيقول لك واكتب لي كمان الوقت، اللي هو يعني يكتب لي الوقت اللي هو بالحروف يعني. بيقول لك the first one is done for you. هو عمل لك ايه؟ هو عمل لك اول واحده. طيب تعال نشوف هو ايه اللي هو عمله هنا. طبعا هو هتلاقيه هنا ايه؟ يعني انت لو جيت بصيت على المثال هتلاقيه مدي لك دي بس، هو مديك الديجيتال. طيب يا مستر تعال نشوف. قلت لك اول حاجه بص على الدقايق. ادينا بصيت اهو. لقيت هنا ايه؟ 30. 30 يبقى انا العقرب الطويل مشاور على فين؟ على ال6 اهو. رسمته كده، انا رسمت الايه؟ ال6. هل فيها مشكله؟ لا. طيب هل يا ترى الساعه لما اجي الساعه لما اجي هرسمها، هل دي معناها هرسمها على الساعه واحده؟ قلت لك لا، علشان انا وصلت لل30، وصلت للايه؟ لل30 فانا عديت النص. لما جيت جربتها لك عملي في الحصه قلت لك السهم ده ما هو بيتحرك برضه، بيتحرك فمش هيفضل عند ال1. هو اوريدي عشان انا اتحركت بالعقرب بتاع الدقايق، اتحركت بالعقرب او المينيت هاند اتحركت بيها، فبالتالي الاور هاند هو كمان برضه بيحصل له ايه؟ بيتحرك. فمش هينفع افضل ثابت عند الواحد بس، والا دي كده ما تبقاش ساعه. فلازم انا كمان ايه؟ بتحرك. طب يا مستر انا اتحركت للنص، طبيعي الاور هاند يتحرك فين برضه؟ لغايه النص. فانا عايز اوصل لل1، فانا ايه؟ هل انا كده هرسمه عند ال1؟ لا يا مستر هرسمه عند النص بالظبط اهو. حتى انت شايف اهو، بص 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 اهو رسمه لك هنا عند النص بالظبط. شايف اهو؟ لو جينا غيرنا بالسهم اهو، لو جينا طولناه شويه اهو هتلاقيه في النص ما بينهم. تمام. فعشان كده لما بنيجي نرسمه هنا. طب يا مستر تعالى نشوف هنا كده. مديني ايه؟ مديني هنا دي 9 بالظبط. اول حاجه قلت لك بص على الدقايق. دي 0 0. انا عارف ان هي تبقى عند 12 يا مستر. 0 0 دي يعني عند 12. 9 دي ساعتها احطها بالظبط اهي. عقرب صغير بس كده، بس كده اهو. مجرد واحد طويل وواحد قصير. طب ليه يا مستر خليته بيبص على 9 بالظبط؟ عشان دي هنا معناها 9 o'clock 9 بالظبط. فهكتب له ايه؟ هكتب له 9 o'clock اهي او، والفصل او الكوم اللي من فوق
o'clock. طبعا انا نسيت هنا اقولها لك، طبعا دي اسمها ايه؟ اسمها عشان انا عندي 6 فبسميها هاف باست، وعشان انا بختار، وعشان هنا مشاور ما بين ال1 وال2، فساعتها هقول له ايه؟ هقول له النونو او اللي هو ال1 يعني زي ما هو كاتب كده اللي هو ايه، عشان انا اخترت باست فبكتب بيبي. ماشي، جميل جدا، حلو قوي، ماشي. طيب نخش على اللي بعده. تعالى احل معاك برضو دي. اول حاجه ابص على العرض بتاع المينت، ده انا لقيته 30، يبقى انا هختار ال6 اهو، ده العرض الطويل، سوري بس عشان ايه، بس كده اهو، ده كده العرض الطويل. طب يا مستر التن، فين يا مستر التن؟ اهي. هل ارسمها عند التن بالظبط؟ لا، ما انا قلت لك بقى ايه، احنا العرض بتاع الداي يتحرك، فانا هتحرك معاه في النص، مجرد في النص بس. طبعا اهم حاجه ما تنساش ال11، لا احنا في النص ما بين التن وال11، مجرد بس عرض كده صغير اهو، بس كده، ده الطويل وده القصير. اهم حاجه ما ترسموش عند التن بالظبط، لا يعني ايه، حته كده في النص، ماشي. جميل. طيب بس، وهتكمل برضو ايه نفس الباقي، ما فيهاش اي مشكله، كلها بنفس الطريقه. طب اللي بعده 5. تعال نشوف هنا بيقول ايه. بيقول لك draw the hour and the minute hand, write that time. المره دي هو هتلاقي ايه، هو هتلاقي اصلا كاتبها لك، لكن احنا كل الحكايه ايه، عايزين نرايت المره دي هنكتب الوقت على الايه، على الساعه الديجيتال، تمام. وبرضه نفس النظام هنعملها على اللي فوق دي. طب تعالى كده نشوف بيقول لك ايه، first one is done for you. تعالى برضه نفس النظام هنا بيقول لك 8 o'clock، فدي سهله دي مفيش مشكله، ايه 8 o'clock يعني الساعه 12 بالظبط اهي، ده العرض الطويل. هو بس هو الرسم هو رسمها غلط يعني، هو رسم الاتنين شبه بعض، يعني فوقك من الرسمه دي غلط يعني، طبعا هي بس ايه، يعني ده الطويل وده القصير، ماشي يعني، بس ايه الكتاب عبر شويه. المهم يعني ان انت خلاص فاهم ان الاوكلوك دي معناها على الساعه 12 بالظبط اهي، والعرض بتاع الهاورز اللي هو الصغير هيبقى على ايه، يبقى مشاور عند الايت، ماشي. طبعا بنكتبها ازاي؟ بالارقام، احنا عارفين ان الاوكلوك يعني الساعه 12 بالظبط يعني، سوري. طيب تعالى احنا كده ايه نشوف دي. بيقول لك انا كده هاف، شفت كلمة هاف، انا عرفت ان كلمة هاف دي من كلمات اللي ايه، قلت لك اول حاجة بنبص على المينت، فين المينت اهو، بيقول لك هاف، هاف خلاص من غير ما اكمل. هاف دي كده ايه، معناها سيرتي، طالما قال لك هاف دي كده معناها وش ايه، وش سيرتي. طيب بيقول لك باست 4، انا كده كده ايه خلاص، انا عارف ان انا هنا بكتب الارقام النونو، وهنا بيقول لك باست 4، فساعتها هكتب ايه، هكتب بقى 4، لان انا ببقى عارف ان انا عايز ايه، انا عايز الارقام النونو اصلا. لو متلخبط ممكن ترسمها هنا برضو الاول. طب هتيجي تقول لي طب انت ليه يا مستر عملت 4 وليه مثلا ما عملتش 5؟ خلي بالك هو هنا قال لك باست بيبي، لان انا كل تركيزي، خلي بالك انا بيبقى تركيزي على الرقم اللي مديهولي، او بكتب اللي اعلى منه بواحد. ليه؟ هناخد حته اللي اعلى منه دي ان شاء الله في الاكسرسايز اللي جاي، بس تبقى عارف ان انا هنا عشان باست بيبي فبكتب الفور عادي زي ما هي، تمام. المهم يعني ما تتلخبطش، المهم ان احنا عندنا هاف كتبناها سيرتي خلاص، والرقم اللي مدوني في الباست بكتبه ايه، بكتبه زي ما هو. هنعرف ان الموضوع ده هيتغير شويه بس في الاكسرسايز اللي جاي ان شاء الله. طيب 30 مينيت، يعني انا عارف ان العرض الطويل عند ال6 اهو، ده طويل اهو، ثواني بس كده مفيش مشكله. والفور طبعا عرفنا بقى ان احنا مش هنرسمها عند الفور، لا هنرسمها عند ايه، في النص كده ما بين الفور والفايف، بس اهو ما بين الفور والفايف، ماشي. ان شاء الله مفيش اي حاجه صعبه، تمام. طيب اخر حاجه بقى بيقول لك هنا هنحط علامه صح على الكوريكت ستيتمنت، العلامه الصح، والغلط على الايه، على الجمله الغلط يعني الانكوريكت ستيتمنت. طيب تعال نشوف، هل 5 ومعاها 30 مينت هل دي معناها التايم از هاف باست 3؟ تعالى يا مستر نشوف، صدقني هو كاتب لي هاف، ما هنا 30 مينت وهنا هاف، صح، وكتب جنبها كلمه باست دي، صح مفيش مشكله كده، لغايه دلوقتي هو صح. نبص بقى على الايه، نبص على الاور. هو هنا كاتب لي 3، هي هل دي 3؟ لا يا مستر دي مش 3، بالتالي ايه، غلط. هو عايزها 3، طب هل دي 3؟ لا يا مستر. طيب تعالى مثلا نبص على السؤال زي ده. بيقول لك هنا التايم 2 كلوك، انا شايف كلمه كلوك دي يعني لازم الدقايق تبقى بصفار. فعلا هنا يا مستر صفر وصفر كده، صح مفيش مشكله. طيب 2، يا مستر دي 2 صح، كده كده الساعه 2 كده، صح مظبوط. كده مفيش اي حاجه ايه، اي حاجه غلط هو عاملها، ماشي. وهكذا برضو نفس النظام ايه، هتكمل الباقي بنفس الطريقه يعني، تمام. طبعا خلي بالك المره دي بقى ساعه انالوج، فانت ايه، هي نفس الحاجه ركز فيها يعني، ماشي. كده الحمد لله خلاص خلصنا الاكسرسايز.
دي ارقام تليفوناتي، واول رقم بس هو اللي شغال واتس. ذاكروا كويس يا حبايبي، ربنا معاكم، باي.